اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده معايا فيديو مختلف. فيديو هيعجب ستات كتير جدا. فيديو لكل ست بيت، زي ما انتم شايفين العنوان كده، لكل ست بيت جوزها ماسك المصروف، ما بتاخدش فلوس خالص في ايديها، ما بتنزلش السوق تعرف تحوش، ما بتعملش اي حاجه، وجوزها هو المتحكم في كل حاجه. في يعني رجاله يعني صعبه شويه واحنا عارفين كده. فانا بكلم الفئه دي النهارده، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تستفادوا منه. بصي يا حبيبه قلبي، انتوا هي انا على قد ما اقدر نفسي كل ست جميله تعمل كل اللي نفسها فيه، وكل ست يعني يكون لها دخل خاص، كل ست تبقى في ايدها قرش، ما تحتاجش، ما تتذللش لاي حد. لان في رجاله بتستضعف الست، واللي هو ايه، طول ما هو مع هو اللي بيصرف، هي تحت جناحه، وهي اللي لازم تعيش ولازم ترضى، عشان ايه؟ مش معاها ومش عارفه تروح ولا عارفه تيجي ولا الكلام ده كله. وفي ستات يعني مجبره تعيش عشان هو مش ليها دخل، مش ليها دخل، ومش عارفه تعمل لها لنفسها اي حاجه. خلاص. فانا هكلمكم النهارده على كام حاجه كده تعملوها. اول حاجه عندي، انت لو ست جوزك مش بيديكي مصروف خالص، ولا حتى مصروف شخصي، ومن النوع الصعب جدا واللي هو متحكم في كل حاجه، انت يا حبيبه قلبي ممكن تعملي حاجه تقدري ان انت تحوشي منها قرش من غير هو ما يعرف. يعني ابسط حاجه زي ايه؟ انا اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده، فيديوهات التحويش والكلام ده كله. انت عندك اللي متاح عندك ايه؟ ممكن تنشفي العيش اللي بيبقى منك من الاكل اللي هو الفطار وللعشاء ده، اي عيش انت بتسخني منه، بتبقى منك مثلا نص رغيف، رغيف متسخن مش عارفه ايه، مش هتاكله تاني، فانت بتحطيه في البلكونه ينشف، او تحمصيه على النار وتسيبيه ينشف عشان ما يعفنش. وبعد كده بتاخديه تحطيه في ايه، في كيسه كبيره او في شكاره لو موجوده عندك، وتحطها في البلكونه لحد ما تمليها. ماشي. ممكن تجمعي لك 4 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 20 كيلو، على حسب من اول الشهر لحد اخره. شوفي انتي استهلاكك في العيش قد ايه. فده ممكن تبيعيها، ممكن تبيعها ب50 جنيه، ممكن تبيعها ب100 جنيه، ممكن تبيعها ب20 جنيه. اسمه برضو قرش داخلك. خلاص. وده ايه، بعيد جوزك خالص وما يعرفش عنه حاجه، هو بقيت اكل انت بتاع، يعني انت بتوفري بحاجات، يعني انت هترميها في الزباله. ماشي. ايه تاني؟ زي ما قلت لكم برضو، في فيديو برضو كان قبل كده، يعني اللي عايز يرجع للفيديوهات هتستفادوا كتير والله صدقوني. عندك ايه تاني؟ يعني بأقل الامكانيات حواليك، يعني انت بتقولي مش بيديني فلوس خالص، مش معايا، نفسي احوش، نفسي اشتري لي حته ذهب، نفسي كل قرش معايا للزمن، انا خايفه من غدر الزمن، الكلام ده كله. عندك ايه ممكن تعمليه تاني؟ ممكن يا حبيبه قلبي تعملي ايه؟ شفتي بقى الجراكن الشاور والزيت وازايز الزيت وازايز الخل، اي حاجه بلاستيك مكسوره عندك، اي حاجه علب السمنه الفاضيه، ده كليته برضو بتروحي ايه عامله برضو شكاره، وتحطي فيها او كيس من بتاع عزكم الله بتاع الزباله ده، وايه انتي الاسمر الكبير ده اللي هو بياخد كميه كبيره ده، وبتحطيه برضو في البلكونه او في اي مكان انتي بتحبي تحطي فيه الحاجه وتحوشي فيها الحاجه دي، وتروحي ايه مجمعه لحد ما تملي الشكاره دي او الكيس ده، وبرضو بتبيعيه اخر الشهر. ممكن يجيب لك مثلا ايه، او كل فتره عبال ايه ما تملي الايه الكيس او الشكاره دي، عشان يجيب لك مبلغ ايه كويس، وتبيعيهم برضو. خلاص. زي ما انتوا عارفين انا بطفي المروحه وانا بسجل عشان الصوت، فانا بعرق بسرعه معلش بقى. فانتي بتجيبي الحاجات دي برضو ايه، بتبيعيها وتستفادي منها، وجوزك ولا هيعرف عنها حاجه ولا الكلام ده كله. طيب يا اميره، انا الحاجات دي مش هتعمل معايا حاجه، يعني ال20 جنيه ولا 30 جنيه هم هيعملوا اعتبريهم مش موجودين، بس انتي بتوفريهم يا حبيبه قلبي. طيب انا عايزه اعمل حاجه تانية وانا في البيت وكده. طب بصي، لو هو مش رافض موضوع الشغل، خلاص، لو انت يعني كلمتيه في موضوع شغل وان انت هتشتغلي من البيت والكلام ده كله، ممكن تتعلمي كروشيه وتعملي مفارش كروشيه وتعملي حاجات وتبيعيها على النت. ممكن تجيبي لك شويه ملابس في البيت وتعرضي صورها على النت، للجيران، تعملي جروب، تعملي الحاجات دي كلها وانت برضو قاعده في البيت. طب انا مش معايا دخل، مش معايا راس مال عشان اجيب الحاجات اللي انت بتقولوا عليها دي. ممكن تسوقي لحد تاني وتاخدي نسبة. ممكن تعملي ايه تاني؟ بصي يا حبيبة قلبي، انا ممكن اقولك على فكرة جميلة جدا. ممكن تفتحي قناة يوتيوب. هتقولي لي انا مش عندي خبرة ومش اعرف وهقول ايه في القناة وهعمل ايه، ولو ظهرت ممكن يحصل مشاكل وانا مش عايزة حد يعرف والكلام ده كله. في قنوات بتنفتح دلوقتي عادي، بتفتحي القناة، بتاخدي تليفونك اللي في ايدك ده، انت بقى عندك طول النهار على النت، بتاخدي تليفونك
تنزلي لاي واحد بتاع تليفونات عارفه ان هو ممكن يعمل لك الصفحه دي، تسالي او عايزه اعمل صفحه على اليوتيوب، قناه على اليوتيوب قصدي، بتنزلي هتلاقي واحد هيعملها لك او حسب ما يكون مين اللي هيعملها لك، بتدي بيعمل لك الصفحه القناه، وتاخديها يا حبيبه قلبي، ولا جوزك هيعرف ولا اي حاجه. انا اقول لك ابسط الافكار، خدي من قناتي افكار واعمليها. او انا خدت بشوف قنوات ناس تانية وبتفرج عليها، لو الفيديو عجبني واستفدت منه بكم معلومه بحط عليهم كم معلومه من عندي وبفيد غيري، ماشي. انا مش اللي هو يعني قناتي هي الوحيده اللي على اليوتيوب بنتكلم في نفس الكلام، وانا واخده الفكره من واحده كنت سامعاها قبلي. يعني انا لما كنت زيكم كده بتفرج على الميزانيات والكلام ده كله، انا خدت الفكره من هنا. انا عشان انا ايدي الحادثه زي ما انتم عارفين، وان انا ايه، نادرا لما بلاقي يعني مفيش شغل ليا، كل ما اروح مكان يعني اقف في محل مثلا او اروح اشتغل في مصنع او الكلام ده كله، عشان ايدي وكده. فكل اللي يشوفني يقول لي معلش وتبقى نبعت لك والكلام ده كله، بس هو ايه تطفيش اللي هو ايه، انا مش ان انا يعني مش هشتغل، انا عارفه ان هم ايه بيطفشوني، انا مش بزعل والكلام ده كله. بس حسيت باحباط، حسيت ان انا مش عارفه اعمل اي حاجه. يعني انا كويسه وكل حاجه يعني، ده كله عشان ايدي مثلا مش لاقيه شغل. طب اعمل ايه اعمل ايه؟ بديت ان انا ايه اتفرج على القنوات دي، وربنا يمكن الهمني ودخلت اتفرجت على كذا قناه. فمن القنوات دي قناه كانت بتحكي برضو قصتها، وبتقول ان هي ايه، ان الواحده مش لازم تقعد، يعني ممكن تاخدي مني فكره ومن غيري فكره وتعملي انت قناه تانية، وبلاش تظهري خالص. انا في فيديوهات عندي انا بس حاطه الكاميرا على ايدي وانا بكتب بعمل الميزانيه او بعمل اي حاجه. لو انت مش عايزه تظهري، مش عايزه مشاكل، مش عايزه اي حاجه، وعايزه تدخلي دخل من غير هو حتى ما يعرف، انت بتعملي ايه ساعه لما يكون بره البيت؟ انت بتسجلي لك فيديو، تعملي ميزانيه، تتكلمي على اي حاجه وانت مش ظاهره، بتحطي كاميرا على اي حاجه تانية وانت مش ظاهره خالص. بتاع يعني اللي هي القناه اللي من غير ظهور خالص. لو انت مش عايزه، في مليون الف قناه بالطريقه دي والستات عاملينها وبيربحوا منها وربنا كريمهم منها. فمش لازم ان انت تظهري بوشك، ماشي. انا جوزي عارف والحمد لله، فانا فاتحاها في اوقات بظهر لكم كده واوقات كده، على حسب يعني. ماشي. فانت ممكن تستفادي من النقطه دي يا حبيبه قلبي، تعملي لك قناه وما تظهريش فيها خالص. وقت ما يجيب لك الحاجه بتاعه السوق ما تحطهاش في التلاجة وهو موجود، خليه لما يمشي وتشوفيه وتسأليه الحاجة دي بكام، وتعملي مثلا فيديو على الحاجة اللي هو جايبها دي، خزين مثلا، لحوم، اي حاجة هو بيجيبها، صوريها فيديو، ماشي، واعمليها وسيبيها لحد مثلا لو انت مش عايزه تعملي قدامه الكلام ده، عشان مثلا مش هيخليكي تشتغلي خالص. لما ينزل، لما يروح شغله، لما يروح اي مكان، وفي الفتره دي انت نزلي الفيديو بتاعك، ولا هتظهري ولا اي حاجه، خلاص. مثلا انت عايزه اعملي ميزانيات، هتبقى بالقلم والورقه كده وتكتبي، ومحدش برضو ايه هيشوفك، يعني مش هتظهري بوشك، خلاص. انا القناه انا عملتها كده بتاعتي الاول، وبعد كده ايه، يعني انا خدت الاذن من جوزي وكده ان انا ايه اظهر والكلام ده، قال لي مفيش اي مشاكل، يعني بدل الموضوع يعني كويس والكلام ده ماشي. يعني ايه كويس؟ يعني مش كويس في حاجه مش كويسه، لا يعني بدل في يعني ايه، ناس حابه ان هي تشوفني. انا بشوف الفيديوهات اللي انا بظهر فيها اكتر، يعني بحس ان هي بتجيب مشاهدات اكتر من الفيديوهات اللي ايه اللي انا بعملها كده. بس في ناس برضو المشاهدات بتبقى كويسه جدا جدا جدا. المهم هو محتوى الفيديو، مش مهم مين اللي ظاهر ومين اللي مش ظاهر، بس اللي انا قصدي إن لما الواحد بتطلع بتبقى يعني آه بيحسوا بايه، بتحسي ان انت قريبه منهم اكتر، بتحسي ان انت بياخدوا المعلومه من واحده قدامهم، مش اللي هم باصين في ورقه وقلم. فانا حبيت انصحك بالمعلومه دي، لو تقدري تطلعي بوشك تعملي لي قناه. انت كده كده بتشحني باقه اخر الشهر، بتشحني الراوتر بتاعك، بتشحني حسب ما انت بتستخدمي النت. فانت طول النهار قاعده تفري على النت ومش لاقي حاجه تعمليها. لا يا حبيبه قلبي، انا استفاد بالوقت ده واعمل لي قناه وافتحها وربنا يرزقني منها، ماشي. فدي حبه الافكار اللي انا حبيتها يعني اشارككم بيها. وحبيت ان عشان انا والله بيصعب عليا كل ست، يعني انا بشوفها كده مكسوره الجناح، اللي هي مش معاها اي حاجه، مش عارفه تعمل اي حاجه. ومن الحاجات دي ممكن انت تعملي لك مبلغ يا حبيبه قلب العيش، والحاجات البلاستيك والحاجات دي كلها. ممكن الزيت المستعمل ده، تعملي مثلا تكوني لك لتر ولا حاجه، اللي هي ازازه زيت تمليها مثلا كده وتصفيها زيت مستعمل، وتعملي منها الصابون الابيض بتاع الغسيل بتاع زمان ده، عارفينه، وتبيعيه للجيران حواليكي. يعني هتستفادي من كذا حاجه. بس شغلي دماغك شويه وفكري، وان شاء الله ربنا يعينك يا رب
ويعني كل ست يعني بتجتهد وبتتعب وبتضحي عشان خاطر اولادها في الزمن اللي احنا فيه ده. وانا والله انا حبيت ان انا اشارككم بس الحاجات دي، لان في ستات فعلا بجد، يعني في ناس بعتالي ان هي انا جوزي ما بيصرفش خالص وما بيدينيش مصاريف خالص، هو على قد الاكل والشرب ويجيبه هو كمان، ما بيمسكنيش جنيه في ايدي. طب انت هتعملي ايه؟ عندك الافكار اهي، وشوفي انت عايزه ايه، شوفي ايه اللي يمشي معاكي. ممكن انا اكون وعيتك لحاجه انت مش واخده بالك منها، واحنا بنفعل خير ونتقل في بعض، وكل اللي عنده فكره يعني يفيد بها غيره. فانت يا حبيبه قلبي حاولي زي ما قلت لك كده، لو ما قدرتيش وما فيش اي مفر خالص ان انت تعملي اي حاجه، انزلي اعملي لك قناه على اليوتيوب. مش عيب ولا غلط ولا حرام. انت هتقولي هم هيسيبوا الدنيا كلها ويجوا يسمعوني؟ انا كنت زيك كده من شهرين اتنين او 3 شهور بالظبط، انا عملت القناه، فقدامي ناس ما شاء الله يعني قنوات كبيره جدا. فدي ارزاق، وربنا بيبعت لكل قناه رزقها، وكل شخص رزقه على حسب مجهوده وحسب تعبه وعلى حسب نيته. يعني ربنا اكيد عالم ان انتي معامله دي لان انتي محتاجه، لان انتي خلاص فاض بيكي غصب عنك، مفيش اي دخل تاني، وانتي نفسك تعملي حاجه لنفسك، نفسك تشتري لي حته خاتم، حته دبله، تحوشي لك قرش، تعملي لك اي حاجه، فعمر ربنا ما هيسيبك. فانا يعني انصح كل ست آه، ما تقعديش كده وخلاص، ما تقعديش وخلاص، اشتغلي 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 اشتغلي، خلي لك قرش، هو اللي هينفعك، ماشي، هو اللي هينفعك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، وانا مش عايزه اطول عليكم.